صباح الخير. كما كتشوفوا الحمامات ديال الرباط مسدودين، ما عرفتش علاش بالضبط، ديال الرباط سادين. ان شاء الله اليوم غنسافروا باش نمشيو للحمام المغربي، نشدوا الطريق للحمام المغربي كما قلت لكم. ان شاء الله نتوكلوا على الله ونمشيو. وانا بغيت عندي واحد التساؤل، علاش بالضبط الحمامات ديال المغرب ديال الرباط اللي سادين كيسدوهم من الاثنين حتى الخميس؟ علاش بالضبط؟ وباقي المدن كلهم حالين الحمامات ديالهم. كنتمنى من المسؤولين يجاوبونا على هذا السؤال، ولا يخرجوا شي توضيح. واش الجفاف كاين على الرباط والمدن الاخرين ما عندهمش الجفاف؟ دابا اللي بغى الحمام خصو اما يمشي لسلا، ولا يمشي لتماره، ولا يمشي لكازا، ولا يمشي لقنيطره، اي مدينه الا الرباط. يعني ما بين الاثنين والخميس اي مدينه تمشي لها، ولكن الرباط كلشي الحمامات مقفله. ما يمكنش، خصهم يلقاو حل لهذا المشكل. ماشي اي واحد بامكانه مثلا يدوش في الدار. كاين اللي عنده ظروف صحيه ما يقدرش يدوش في الدار، هذه هو المشكل. خصوصا في ايام البرد مستحيل تدوش في الدار. كاين اللي كيمرض، وكاين اللي عاوتاني عنده ظروف اقتصاديه ما يقدر، ما عنده مثلا كيعيش في سكن مشترك مع الجيران او لا شي حاجه. ولكن كاين اللي عنده عارض صحي ما تيقدرش على الدوش ديال الدار، خصوصا في البرد. كنتمنى المسؤولين يجاوبونا ولا يفتحوا راس تبارك الله صباط. ما كاين لا جفاف لا والو. يعني ما عرفتش انا السبب علاش كيتسد الحمام. تاريخيا ما عمرو كان كيتسد، واخا المغرب كان داز سنوات ديال الجفاف وما عمرو تسد. لان الحمام في الحياه ديال المغاربه راه حنا وارثينه في الموروث الشعبي ديالنا. ما يمكنش ما كنتخلاوش عليه، واخا ما عرفت شنو يكون. ضروري خاص ديك مره في الاسبوع الواحد يمشي للحمام. زائد ماشي مشكل كيدوش الواحد في الدار، ولكن الحمام شي حاجه رئيسيه ما كيستغناوش عليها المغاربه. لان هذه شي حاجه كبرنا عليها، حلينا العينا، لقينا موروث شعبي تا هو بحال الماكله ديالنا المغربيه، ميمكنش نتخلاو عليها. كنتمناو المسؤولين يراعيو الناس. هذا الشيء راه بزاف اللي يعني بزاف الناس تيعانيو من هذا القرار المجحف. ما عرفتش شكون اللي خدا هذا القرار وستينا على هذا. كنتمنى يتراجعوا عليه. بزاف الناس عندهم ضرر نتيجه هذا القرار اللي خرجوه، ما بغاوش يتراجعوا عليه. خصوصا كنا كنتوقعوا في رمضان، حنا في الاول كنا قلنا راه لا الشتاء يحلوا هذاك الشيء، ما حلوش. ملي جا عاوتاني رمضان عاوتاني ما حلوش نفس القضيه. ما عرفتش عرفتش علاش. الحمام راه شي حاجه ضروريه ما خصهاش تسد. وعلاش الرباط فقط اللي سادين اليوم؟ هادي اللي ما باش تفهم ليا. علاش الرباط بوحديتها من بين المدن كاملين؟ شنو المشكل؟ الا كاين الجفاف راه على المغرب كامل، ماشي على مدينه وحده فقط. ايوا نكملوا طريقنا للحمام ونخليكم مع هذه المناظر الجميله. ورمضان كريم بالصحه والهنا باش ما تمنيتو. نكملوا طريقنا ان شاء الله ونكملوا الحديث. شفتيو شحال الطريق طويله؟ الواحد دابا الا بغى يمشي للحمام خصو المعاناه.
واخيرا وصلنا. هذا هو الحمام. ندخلو. سالينا الحمام توكلوا على الله ورجعوا لدارنا. كنتمنى من المسؤولين ان شاء الله يراعيو ويرجعوا على هذا القرار ويلغيو هذاك القرار ديال السدان ديال الخميس، لان كما قلت من قبل الناس عندها ظروف صحيه، الناس عندها ظروف اقتصاديه، كل واحد وشنو الظرف ديالو. وهذا الحمام المغربي راه داخل في الثقافه الشعبيه ديالنا، يعني ماشي شي حاجه جديده عن الغيوه. راه تبارك الله المغاربه ما راه 12 القرن والابحاث ديال اللي داروا لقاو الرومانيين، الاثار ديال الرومانيين وقبل منهم كاين اثار ديال الحمامات في المغرب، يعني شي حاجه كانت ماشي شي حاجه جديده. الحمامات وخصوصا في المغرب كانت متاحه لكل شيء، الفقير والغني، ماشي بحال الدول الاخرين بحال مثلا مصر او تركيا كانوا غير الاغنياء اللي كيمشيو للحمامات. هنا في الابحاث ديالهم في الاثار اللي لقاو بان كاين حمامات فاخره مبنيه بالرخام يعني مصروف عليها، وكاين الحمامات العاديه اللي كيمشيو لها ابناء الطبقات الفقيره، يعني الناس العاديين. يعني الحمام يعني داخل في الموروث الثقافي ديال المغاربه، ماشي شي يعني لحقاش كلشي كان كيمشي ليه الغني والفقير، ماشي بحال الدول الاخرين كما قلت من قبل. كنتمنى يتراجعوا على هذا القرار ويحلوا لنا الحمامات. وكنتاسف الا سمعتوا شي كلمه ماشي تالي، ربما الجيران ولا الناس اللي دايزين بهذا الصايم. نخليكم مع هذه المناظر الجميله. شوف على الشجيرات تبارك الله، هذه الشجره راه تقريبا عندها شي 100 عام. هذه النزهه حسن كما كتعرفوا راه تأسست وقيله في 1924 إلا ما خانتنيش الذاكرة، 1924 أو 1919 والله ما عقلت، ما متأكداش من المعلومة. اللي عارف المعلومة يكتبها لي في التعليقات. إلا وصلتوا حتى لهنا شكرا على المتابعة، وما تنساوش تخليوا لي جيم تعليقات. إلا كاين شي انتقاد شي تساؤل كتبوه لي في التعليقات. شكرا لكم على المتابعة، ونكملوا الطريق ديالنا عاوتاني باش نمشيو نشدو مواصلات اخرى باش نوصلوا للدار ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعه.